واحد قتل مراته علشان ما عرفش يقف في ليله الدخله يسلم عليها. النوم في العسل انا بس اكتر حاجه بقدرها فيه هي ان انا حتى مش لاقي له نظير اجنبي. انت فاكر ان انت قررت هتناقش طبيعه حياه الانسان وغياب الحياه الجنسيه في هذه الحياه قد يؤدي الى ايه في المجتمع، وده هيبقى تاثيره عامل ازاي على الرجاله بالذات وعلى الشباب وعلى الناس الكبيره. فكره زي دي لما غوطنا فيها شويه في فيلم ثقافي عملت واحد من اعظم الافلام الكوميديه. النوم في العسل تناولها بشكل جد شويتين زياده اربعه يعني فاهم، وكان في افوره يعني ان انا قتلت مراتي عشان ما يعني في افوره. بس بالعكس والله انا قابلها. انت لو منخرط مع الجرائم اللي بتحصل في مصر بشكل او باخر، ده لحد النهارده في جرائم من الشكل ده موجود. انا ما سمعتش ان واحد قتل مراته علشان ما عرفش يقف في ليله الدخله يسلم عليها. انا سمعت على فكره النوم في العسل لسه قابله للتناول اكتر بكتير. يعني النوم في العسل ما غطاش كل جوانبها، مثلا ما هوش احتكر الفكره ومشي، وهي فعلا مالهاش لا نظير اجنبي ولا نظير مصري على الاقل اللي انا شفته على الاقل. وفي نفس الوقت التاني هرجع اقول لك ان انت لو عايز تخرج بره سياق الفيلم خالص وتبص للفيلم كاسقاط اجتماعي او اسقاط سياسي او اسقاط من اي ناحيه، هتلاقيه كان جدا